السلام عليكم ورحمة الله. اللي وقع أخوتي في المونديال ديال 2026 ماشي غير إنجاز، هذه ملحمة كروية يا إخواني. المنتخب المغربي دارها وخرج لنا العقل، فوز ثمين إخواني على اسكتلندا بهدف ديال صيبر، الهدف ديال الصيبري اللي لصق الكرة في الشباك إخواني. رفعتنا لربعة ديال النقاط، وكل شيء دابا كيشوف فينا كمرشح قوي، ماشي غير باش أننا ندوزو، بل باش نمشيو بعيد ونديو اللقب إخواني. ولكن كاين واحد لكن ضروري خاصها تكون فمخبية وراء هذه الفرحة واحد الرقم كيقلق صراحة، وبغيتكم انني نتحاوروا فيه اليوم. فخليكم معايا، هذه الحلقة غادي تكون سخونة وسخونة بزاف، حيت كاين شي حوايج صادمين. فيلا سال الماتش ديال اسكتلندا بطبيعة الحال شفناه في الايام السابقة. توصلنا بخبر من الفيفا خلى العالم كامل انه يوقف في المغرب الخامس عالميا. تخيلوا اخواني اخواتي، اول منتخب مغربي، اول منتخب عفوا عربي كيوصل لهذه المرتبة، بل حتى افريقي. كنحطوا اخواني راسنا فوق منتخبات بحال اسبانيا والمانيا. هادشي ماشي صدفه، هذه نقاط تراكميه ديال الخدمه والنتائج. يعني الدراري كاملين كيخدموا بطبيعه الحال، هذه النتائج ديال ديك الصحوه ديالهم، ديك القوه ديالهم، وداك العمل الجبار اللي كيديروا على ذكر هذا التصنيف وتسريبات اخرى من داخل كواليس ديال الفيفا. ان الرئيس ديالها انفنتينو بعد هذا الماتش دار اجتماع اخواني خاص مع الطاقم التقني المغربي، وسولهم بواحد الضحكه على وجهه كيفاش هاد اللاعبين كياكلوا العشب، اشنا هو السر ديالكم. فكاين اللي كيقول ان هاد القفزه اخواني خلات شركات كبرى تولي كتسابق باش انها ترعى القميص ديال المنتخب المغربي، فالضغط ولا دابا عالمي ماشي غير محلي. فاخواني اخواتي نرجعوا للميدان، فالمدرب محمد وهبي دابا العيون ديالو كامله على هايتي. واش هايتي اخواني اخواتي اللي كيشوفها منتخب سال راه غلط وغلط بزاف. وهبي خدام دابا على خطه ديال الكواليس، وكتقول المصادر القريبه من البعثه في المعسكر ان وهبي منع اللاعبين من استخدام السوشيال ميديا لمده 48 ساعه قبل ما الماتش. فبطبيعه الحال اخواني كاين واحد المستجد كيدور في الكواليس ديال الاقامه باللي وهبي طلب من التحليل التقني يدرسوا اخواني، وحتى الطريقه ديال التنفس فلاعبي هايتي في الدقائق الاخيره باش يعرفوا فين كيكون التراجع البدني اخواني. التركيز واصل لواحد الدرجه ديال المهووسين بالنجاح، فالدراري باغيين يوصلوا لمراتب عليا اخواني. ما كافيهمش فقط انهم يدوزوا المجموعات، فهم بغاو يفوتوا نصف النهايه ويديروا يديروا الاسماء ديالهم ويرسموها بالذهب اخواني، ويفوتوا الجيل ديال 2022. وهذا الشيء كيعجبني صراحه، وكيبين بان الطاقم ماشي جاي للسياحه، بل جاي باش يحقق انجاز اكثر من الانجاز ديال 2022. ولكن خاصنا نهضروا بالمعقول اخواني وبحرقه كبيره. واش نتوما شفتوا شحال ضيعنا ديال الفرص ضد البرازيل وضد اسكتلندا؟ كرات قدام المرمى اخواني، كرات كانت تقدر انها تحسم الماتش من الشوط الاول، راه حرام وحشومه. فسمعنا من مصادر داخل طاقم التحليل ان اللاعبين ملي كيدخلوا لغرفه الملابس بعد من الماتش فكاين نقاش حاد ومخاوف كبيره باللي العقم الهجومي هو اللي غادي يخرجنا في الادوار الاقصائيه. كاين واحد اللاعب اخواني ما نقدروش اننا نذكروا السميه ديالو، فبطبيعه الحال بكى في الغرفه حيت ضيع فرصه سهله. فبطبيعه الحال اخواني نتوما كتعرفوا اللاعب اخواني ما باساش واحد الكره، وبطبيعه الحال ما بغيتش نزيد نكتل على هذا اللاعب. فبطبيعه الحال عليه ضغط كبير انه يحمل المنتخب المغربي على الظهر ديالو. فبطبيعه الحال ما كاينش لاش نزيدوا اننا نغرقوا الاسم ديالو بحال هاد المناوشات. فبطبيعه الحال هذا اللاعب اخواني ما داش واحد الباس اللي كان ممكن يكون باس ديال الهدف. فالماتش الجاي اخواني ضد هايتي هو ماتش ديال الحسم والداس الكبير، فخاصنا نماركي وبطبيعه الحال ونخرجوا على الاقل بربعه الاهداف ضد هايتي باش اننا نفوتوا البرازيل ونكونوا حنا الاولين في المجموعه. شكرا لكم اخواني على المتابعه، والسلام عليكم.